بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الرحيم حكيم، عضو المجلس الوطني في البام، واللي ما تعرفش البام هو اللي كانت الناس اللي تعرفوه بالتراكتور. أصرح لأطلس سكوب بما يلي: بما يجري في هذه الساعات الأيامات ديال الانتخابات، عبدو ربيه هو الوحيد اللي اتصل بالامين العام ديال الحزب هذه تقريبا اكثر من شهرين، ونبهتوا على هذه المشاكل ديال الانتخابات عندنا في المنطقه، لان حنا كبام حزب ديال التراكتور تنترقصوا 3 ديال الجماعات، منهم القصيبه والدير وزاويه الشيخ، ونبهتوا بلي الناس عندنا هنا ما تحزباش تيعرفوا الشخص، ولا بدا تكون التمثيليه ديالنا ديال القصيبه على الاقل تكون التمثيليه ديال شي حد في الاخوان ولا الاخوات. المهم قال لي غادي نشوف مع القياده ديالكم في بني ملال، ما كاين مشكل. صيفط رساله لفاطمه المنصوري باقا عندي مسجل دابا في الواتساب، تنحضرها بلا البام يحتضر في قلب بني ملال، ما كانتش اعاده النظر في التزكيه ديال الاشخاص اللي داروا. راه ما يمكنش يتلغاو 3 ديال المجالس تيترأسهم البام، ما كاينش الجواب. اجتماع عاد 12 يوم عند السي المنصوري في الدار ديالو، هضروا الاخوان كاملين وحاضرين، الاعضاء كاع ديال القصيبه كاملين وحاضرين، حتى بعض الاعضاء اللي هما ترشحوا وما نجحوش، وهضروا الاعضاء والناس اللي مترشحه هضروا كاملين. كان شي تدخل دخل عبدو ربيه، شرحت لهم قلت لهم اودي شنو هما المعايير اللي اتخذتوا، حتى ما كاين حتى شي واحد من هاد 3 المجالس، شنو هو السبب؟ بغيت انا غير الجواب على هذا السؤال، ما كاينش اللي يجاوبني. على الاقل قلنا لهم خص تكون شي تمثيليه، راه الناس عندنا خصهم يشوفوا شي حد ديالنا كاين حاضر باش نعرفوا نهضروا مع الناس، وما كاين حتى شي واحد وما كاينش اللي يجاوبني. الناس عارفين الاشخاص وعارفين شكون هما دابا اللي كاينين. نجيو لما هو محلي. الاخوان نهار بغينا نشكلوا هذا المجلس هذا تعاطينا واحد القسم وواحد العهد في القران، وهما اللي كانوا تيقولوا، ويسمح لي السي فخري لان هذا الكلام اللي غادي نقول ماشي انا اللي قلته، الاخوان في الانتخابات اللي دازت هما اللي كانوا تيقولوها، بان فخري كليتي البلاد، خونتي، ومنين درتيها الثروه كامله وشريتي ديك الساعه طوموبيل دوبل في داسيه بيضاء، وكنتي غا خياط وتتمشي بالصرفاقه يا الكانيش، انت درتي هذه، درتي الفيلا، درتي الاراضي 5 درقيات هنا، وهذا الشيء ماشي انا تنقولوا، الناس اللي كانوا خدامين معاك في المجالس السابقه. اما حنا يلاه بدينا في هذا المجلس هذا ما تنعرفوا والو، ولكن مشينا مع الطرح ديال الاخوان ودرنا معاهم عهد وقسم، والخط الاحمر هو كان فخري اللي ما يكونش في شي حاجه معنا نهائيا. لا يعقل بقدره قادر. صدق دابا فخري هو اللي غادي مع سميتو في الحمله ديال البام ديال التراكتور. اش غيقولوا على هاد الناس ديال القصيبه؟ واش تنكذبوا عليهم؟ الا كان هذا الشيء اللي كانوا هاد الاتهام وهاد الاتهامات كاع اللي تيتهموا هاد السيد هذا بلا دار هاد الشيء في البلاد، ومال البلاد راه شاهدين، هاد الشيء كله راه مسجل في المنصه، هو تيعرف المنصه اللي مليه، هما تيعايروا من هنا وبالوثائق وتيبينوا الوثائق بانها اللي درتي وها اللي فعلتي، واليوم ولا معنا. اشنو هو السبب؟ واش تنضحكوا على هاد الساكنه ديال القصيبه؟ غادي يرجمونا بالحجر على هذا الحساب، غادي يرجمونا. ونعطيكم مثال، الدائره عندي قبل العيد بداها تاشرون وحبس، وقال لك مورا العيد غيجي بقدره قادر، راه دابا في الدائره ديال الفخري. شنو هو السبب؟ واش هذا هو العهد والقسم اللي درنا؟ ولكن الفخري راه ما حلش في القسم ديالو، راه قسم قال لهم انا غنشتهم من هنا 4 شهور، ولكن غير طولت عليه شويه ووصلت العام. اما حنا راه حنتنا وغدرنا القسم، واللي غدر القسم يقدر يدير اي حاجه، اللي غدر القسم يقدر يدير شحال وحاط يدو فوق المصحف بالله فخري هو الخط الاحمر اللي ما عمرو يكون معنا، لان هما اللي كانوا تيقولوا هذا الشيء وحنا تبعناهم. الا كان هذا السيد فيه هذا الشيء كامل وتيدير هذا الشيء كامل، علاش اليوم معنا؟ ولا ما كانش تيدير هذا الشيء كانوا تيكذبوا عليه وباش يجيبوا الناس يصوتوا علينا. هي هذا ولا الضحك. وانا هذه المسرحيه ما غاديش نشارك فيها، ويعذروني الناس ديال الدائره ديالي 20 على هذا الشيء. هذا هو السبب علاش ما بغيتش نمشي مع هاد الناس انا هادو والناس ساكنه ديال القصيبه. وهذا الكلام اللي تنقول راه ما غاديش يعجب شحال من واحد. وانا حاجه وحده تنقول مالي القصيبه، ولادي راه الا وقعت لي شي حاجه على رقبتكم توقفوا معاهم حتى تعرفوا شكون اللي كان السبب، من غير هذوك اللي خالفوا العهد ما يوقفوا معاهم ما والو. وانا تنستنكر هذا الشيء كامل، لان الا كانت النزاهه خصها تكون، ولا اللي تيقول المعقول ما بقاش مزيان، ولا شي وحدين تيقول لي راه شاد الفلوس، شاد الفلوس، راه اللي شاد الفلوس باين ومعروف. اليوم تنضحكوا على مالي القصيبه بالله. هذا السيد اللي كان فيه هاد الخصال هادو
هاد الخصال هادو كاملين اليوم ولا معانا. هي شنو هذا؟ بغينا غير الجواب ويجاوبوا هذوك الناس اللي كانوا تيتهموه واليوم ولاو غاديين معاه. انا الوحيد اللي هضرت على القصيبه وهضرت مع الامين العام وهضرت مع فاطمه المنصوري باش تكون التمثيليه ديالها يتويرا وتكون ضيطوا على الاقل في الدار ديال المنصوري هذه 12 يوم. قلت لهم على الاقل لا ما كاين والو ديروا يطو على الاقل تكون بالتاسعه ولا هذا الضمن سميتو المقعد ديالها باش الناس نعرفوا واش غنهضروا معاهم ونقول لهم راه عندنا حتى حنا واحد الاخت مرشحه للبرلمان ونوقفوا ونجريو، ولكن حتى حاجه ما كايناش. اشنو هو السبب؟ وبغيت الجواب على هذه الاسئله كامله. ما نرى تنحضر الا وقعت لي شي حاجه راه ذنوب ولادي على هاد الناس هادو وراه مالي القصيبه تنقول لهم راه ولادي امانه عندكم. الا وقعت لي شي حاجه من غير هادو اللي خالفوا القسم ما يوقفوش معاهم، وانا بريء وانا ما غاديش نشارك في هذه المسرحيه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.